السنة من الجزائر، وأطلق عليهم تسمية الموحدين لكونهم كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا. مات هذا الرجل سنة 526 من الهجرة، قام بحمل الراية من بعده تلميذه الذي قام معه وصادقه ورافقه وناصره، وهو عبد المؤمن ابن علي الكومي التلمساني. هذا الرجل اخواني الكرام استطيع ان اقول لكم يختلف عن شيخه، فان عبد المؤمن كان فيه صدق ومحبه للجهاد ونصره الاسلام والمسلمين، لم يكن على منهاج شيخه ذلك الماكر الخداع الذي ادعى لنفسه العصمه والمهدويه والى اخره. فما ان استلم الحكم على أنقاض دولة المرابطين، دولة الموحدين قامت، إلا وكان قائدا فذا وسياسيا محنكا وأميرا وصفه العلماء من بعده كالإمام الذهبي والإمام ابن الأثير والإمام بن كثير أنه كان حاكما عادلا يريد الخير لأمة الإسلام، بينما هذه الأوصاف لم يوصف بها شيخه. ويكفي التذكير بأن لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المدنية، الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية؟ هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن السي عبد المؤمن أصله من الجزائر ولكن عاصمة الإمبراطورية. المارينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الاوسط، حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدوله طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لانه كانوا قبائل اغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الاوسط حتى الغرب المغرب الاوسط.